عسلامة ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة كالعادة سهلة ماهلة. نرحب بالمشتركين الجدد ونرحب زادة بالمشتركين اللي منوريني من أول ما فتحت القناة. فرحانة بكم برشا برشا برشا، كل ما يزيد مشترك واحد نكون فرحانة برشا. ان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن. اليوم اخترت لكم بسم الله على بركة الله الوصفة بالنسبة لليوم طاجين تونسي. باش نحط فيه شويه هكا لمسات نتاعي. طاجين اليوم باش نعملوه بالدجاج كيف ما شفتوا. قصيت دجاج، صدر الدجاج سكالوب تروف، معناها جويده مش خشينه. وحطيت الطنجره فيها شويه زيت وحطيت البصل. بالنسبه لنوع البصل اي بصل عندكم مدور والا كالطويل هذاك، انا متوفر عندي طويل تويكا الربعي. قصيته وحطيته باش نحط تويكا وريقات رند، وباش نفوحوا الفاح الازعر اللي معظم الناس تعرفوا واللي ما يعرفوش هكا يتعلموا وما فيها بيس هكا نوروا بعضنا. كيف ما شفتوا حطيت النجمه هذيك اللي توا ما عرفتش اسمها شنو يسميوها، انا نقول لها النجمه. ياسر ياسر تبان وتفوح الماكله الزعره. عندي كعيبات هيل لهنا، زدت حطيت كعيبات هيل وباش نفوح الفاح متاع الطاجين العادي المعروف، معناتها شويه ملح شويه فلفل اكحل. عندي غديكه شويه زعفران، كان تشوفوا فيه حطيت هكا 4 كاس تاي ماء سخون، وحطيت فيه الزعفران باش ياخذ اللون نتاعو. ومن بعد نصبه من غير ما نصفيه، ديما نقول لكم من غير ما نصفيه ما يضرش، راهو من بعد كتيب ما يبقاش جمله. حط شويه ملح فلفل اكحل. هنا عندي شويه زنجبيل مرحي، ساعات كي يكون عندي الفرشك نحط الفرشك. هنا شويه تابل، علاش لا يفوح معناها اكثر الدجاج، خاطر الدجاج يحب برشا الفاح. عندي شويه هنا كركم، شويه باش نحط اوريغانو، وعندي شويه كليل مرحي. الزعتر الكليل هذوما برشا يمشيو راهو مع الفاح الازعر بصراحه ويبنوا برشا. وبالطبيعه ما ننساوش باش نحط سنينتين ثوم باش نرحيهم، ولا اللي يحب يقصهم جويدين كيف ما تحبوا نتوما يعني. بعد بطبيعه الثوم كي يطيب ما عادش يظهر يذوب في التطيب. وهنا باش نزيد كيف ما قلت لكم شويه كليل مرحي. عندكم زعتر مثلا حطوا الزعتر، كان عندكم فرشك حطوا الفرشك، علاش ليه ساعات نحط الفرشك الاخضر، انا الكليل الاخضر والزعتر زاده يبان انه برشا. والدجاج كيف ما تعرفوا معناتها في ساعة يطيب اقل حتى من ربع ساعه. باش نخليه هكايا نزيدوا الماء نقليه شويه، باش نزيدوا شويه ماء سخون وباش نخليه يطيب في عقله حتى اللي يشرب الماء نتاعو ويقر الزيت نتاعو، يعني يطلع الزيت هذاك وقتها راهو طاب. ما نخليوش فيه برشا ماء. كيف ما تشوفوا على اليمين في الغاز حتى قلاية فيها شوية زيت باش نقلي كعيبات بطاطا. خذيت 3 كعبات بطاطا قصيتهم جويدين مكعبات وباش نقليهم، ما نستحقش باش نفوحهم. لهنا باش نزيد الثوم كيف ما قلت لكم. اي وهوني شتيت هكا عندي مديده ما حطيتش جناريه هكا في الطاجين. فما طاجين جناريه راهو بالنسبه للطواجن نتاع تونس لا تحصى ولا تعد، ما شاء الله ما شاء الله. برشا انواع عندنا نتاع الطواجن. قلت علاش ليه باش نزيدها هكا كعبات جناريه، كايني توحشت هكا طاجين فيه شويه الجناريه. وانتي اليوم عجبوا برشا، قال لي ماما حطيت فيه الجناريه طعمها هكا ياسر بنينه. حسيلو هذه الجناريه نتاعنا يبيعوها مثلجه. كان انت عندك الفرشكه بطبيعه تغليها شويه، خاطر هي طاجين فيسع يطيب في الفور. تغليها هكا نقولوا احنا نص غلوه ومن بعد تقصها. انا كيف ما قلت لكم يبيعوها مثلجه في الوقت هذايا، الاكثريه ديما ناخذها مثلجه. حطيتها في شويه ماء بارد هكا تنحى الثلج والكل، طرات شويه ومن بعد باش نقصها ديريكت، معناها ما غليتهاش وما طيبتهاش، راهو خاطر هي ما فيهاش روح، تحسوها كاينها مطيبينها هما نص طيب يظهر لي هكا نحسها. وقديش عطات بنا في الطاجين، ما بنوا ما بنوا ما بنوا. كما قلت لكم فما برشا انواع نتاع الطواجن. عندنا طاجين سلطه مشويه، طاجين كفتاجي، طاجين هذا باش نعملوا بالمعدنوس بالبطاطا. فما طاجين لزعر اللي ما نحطش فيه انا البطاطا، ما فيهش يكون المعدنوس، يكون فيه كان الدجاج وبرشا هكا بجبونات ومشخشخ وفيه الريقوتا. ان شاء الله تنتقسموا معاكم، اكتبوا لي في التعليق كان تحبوا. وكيف ما قلت لكم باش نزيد الماء تويكا وكحطيتك الزعفران صبيته. ماذا بيا ما نزيدش برشا ماء، خاطر كيما قلنا الدجاج فيسع يطيب ما يبقاش برشا. هاكا فاح ازعر كيف ما شفتوا. وباش نخليك الجناريه ذيك معناتها تطيب فكل مع الدجاج فرد وقتها وكما فيهاش. كيما قلت لكم اللي عنده الفرشكه ولا حاجه يطيبها يسمطها هكا شويه في الماء ويخليها نص هكا نقولوا احنا طيب، ومن بعد يقصها. اللي يحب يضيف هذه معناها اختياريه. كما تشوفوا كما قلت لكم البطاطا قصيتها مكعبات صغيره وباش نقليها ما فوحتهاش عنده. على خاطر عندي لهنا الطاجين معناها
التختوخ هذاك وكا فيه الفلاح الكل، من بعد كي تتخلط راهو ما يقلقش، ما تستحقوش باش تفوحوها. اللي يحب يستغنى زادا ما يحطش البطاطا، راهو مش ديما انا نحطها، ساعات نحطها وساعات لا. وكيف ما شفتوا في ساعة طاب أكل التختوخ وأكل الدجاج متاعنا. باش ناخد تويكا الطبق متاعي. الطبق هذايا 25 سنتيمتر على 22 هكاكا. حضرت جبن المرحي، البطاطا كيف ما تشوفوا فيها، عندي معدنوس قصيته من غير ما ذبلته خليته هكاكا. اللي عنده ريغوتا ياسر يمشي راهو مع الطاجين يبان برشا برشا. انا عندي شويه كريم فريش مش متوفر عندي ريغوتا. والانواع الجبونات الكل اللي عندكم حاسيلو في الثلاجه ماذا بيكم تحطوها. ياسر راهو طاجين يحب الجبن برشا برشا برشا. حطيت اكل بطاطا باش نحط تويكا شويه المعدنوس، ما فيهاش مقادير، هذه حسب معناها انت وكميه معناتها وشكون قداش عندك في العائله. كان تحب معناتها تكون عندك طبق اكبر تنجم معناتها تزيد في المقادير بالطبيعه. وكما قلت لكم تكثروا في الانواع نتاع الجبن. نوري فيكم لهنا في الجبن هذايا اللي انا ماخذته من ليدل. كما قلت لكم عند الاتراك ليدل ولا الالجي تلقاوه متواجد في كل بلاصه، عند الالمان والا بارتو معناها. الجبن هذايا مالح شويه، تردوا بالكم كي تاخذوا منه خاطر مكتوب عليه هكا محطوط في الماء المالح هو بطبيعته. ما نردوا بالنا في تمليح كي نجيو باش نطيبوا الدجاج نقصوا شويه في الملح. نفتفتك الجبن هذاك باش نحط كيف ما قلت لكم عندي شويه كريم فريش، وباش نحط البيض تشوفوا قداش. وهذايا الطاجين انا بصراحه اللي تعلمته واللي ورته لي امي في الدار معناها في دارنا، عمرنا ما نحطوا خميره في الطاجين. نشوف برشا نلاحظ برشا عباد ديما يتسائلوا شبيه طاجين يجي هكا واطي ما يجيش عالي، ومعناتها فما برشا اجوبه حط الخميره حط خميره الحلويات. بصراحه انا عمري هي اذواق راهو كل واحد كيفاش يطيب، عمري ما تفكر روحي حطيت خميره في طاجين وعمره ما جاي واطي. كيفاش يقولوها معناها السر وين؟ السر انك تعبيه برشا بالجبونات وتعطيه الكميه نتاعو نتاع البيض هكا هاو، تحط له الكميه نتاعو نتاع العظم الكافيه وتختخو هكا برشا كيف ما نقولوا احنا بالجبونات الانواع الكل. بقدرة ربي يجيك عالي معناها لا تستحق لا خميره لا حتى شيء. هذه راي من وجهه النظر نتاعي، ونحترم كل واحد كيفاش معناها يطيب وكل واحد كيفاش طريقته في الطبخ. معناها كيف ما شفتوا لهنا ما نعرفش 7 ولا 6 كعبات هكا تشوفوا في الفيديو قداش من بيضه حطيت. قعدت او كعيني ميزاني الخليط هذايا ما يجيش معبي برشا بالبيض باش ما يبداش مميس من بعد الطاجين وما يبداش يابس هكا ناقصك العظم والبيض يجيكم هكا يابس وما يطلعش زاده. راهو تعطيه الكميه الكافيه نتاعو في الجبن وفي البيض راهو يجي عالي. ما تستحقوش الخميره جمله. ما نعرفش كل واحد كيفاش يطيب لا محاله، اما انا معناتها نحكي لكم على تجربتي معناها ملي انا صغيره وملي في دارنا عمري بالعمر ما نتفكر ماما هكا حطت خميره ولا جاي هكا طاجين واطي ولا ما يجيش عالي. ما شاء الله حتى كي يبدا طبق كبير يجي عالي ولاباس ويجي بنين 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 بنين. هاكا تشوفوا فيا لهنا قاعده نخلط باش نشوف معناها القوام مازال يستحق البيض نزيد نحط البيض. اللي يحب يصمت البيض ويقصه ينجم. راهو انا بالنسبه لي كانت كافيه لاني حطيت الجناريه هكاك يولي لي ياسر معبي برشا. نحطو كيف ما قلت لك لهنا قلت لكم الجبن اي نوع نتاع جبن متغلة ماذا بكم اذا تنوعوا يجي بنين. انا طاجين امي بصراحه خاصه الازعر روعه في البنه. ساعات تخلطوا هكا بالدجاج وباللحم فيه بنه غير عاديه. تو نتقسم معاكم ان شاء الله يكون بليش معناتها بليش البطاطا وبليش فيه كان برشا جبونات وبرشا هكا تشخشيخه. كيف ما تشوفوا باش نحركوا وحطيت في الطبق نتاعي شويه زيت زيتونه باش ما يلصقش بطبيعه الحال. وبالنسبه للترتيب نتاعو كيف ما تشوفوا كل مره معناتها نخلط وراه ناقص نزيد معناتها يظهر لي 7 8 هكا كان صدقني ربي 8 7 كعبات بيض في الطبق نتاعي هنا 25 على 22 سنتيمتر. وهذا راهو الخليط كنت مستانسه ديما زاده نحطه في طبق ما اكبر اللي الحجم نتاعو معناها الضعف نتاع الطبق هذايا ويجي ما شاء الله زاده كيف ما قلت لكم برغم اللي ما نحطش فيه البطاطا لكن يجي عالي. راهو ساعات ما نعرفش اللي مستنسي يحط الخميره يحط. انا ملي انا صغيره ما تعلمتش نحط في الطاجين الخميره الحق ما نكذبش عليكم. جربوا وتفكروني حسيتوا كثروا جبن كثروا البيض
وبقدرة ربي يجيكم ما شاء الله عالي، ويجيكم معناتها ما يستحقش الخميرة، وكا يبدا عالي من عند ربي معناتها بطبيعته هكاكا ما يستحقش باش نخمروا، لأنه ما راهش جاتو هو باش يستحق الخميرة. وهذا هو قريب نوصلوا لنهاية الفيديو بالنسبة اليوم خفيف ظريف كيف ما تعودتوا. باش نحط الفور على درجة حرارة 180 وباش نخليه نعس عليه. من الاول حطيت 20 دقيقة ومن بعد حسيته هكا في الوسط مازال ما طابش مليح، زدت حسيله بين 25 و 30 دقيقة. بالنسبة للطاجين باش نعطيكم زاده شنية تقول لي ماما ديما راهو الطاجين ما تخليهش يطيب على الاخر، خليه في الوسط هكايا يكون مازال طري، خاطر من بعد باش يطيب هو بطبيعته في وسط البيغكس باش يطيب في وسط الطبق هذاك، ما يجيش راهو يابس يشيح لكم كان باش تخليوه يطيب حتى كاش اللي يبس على الاخر. شويه خليه طري شويه ومن بعد راهو ما عادش كي تخرجوه من الفور راهو يشد روحه هذاك هو الجبن يبدا مطري. هذه هي لاستيس اللي حبيت نقولها لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه اليوم. واللي عنده ريغوتا كيف ما قلت لكم يحط الريغوتا زايده تبنن برشا برشا طاجين. ان شاء الله تجربوها الوصفه. واللي ما يعرفش الطاجين التونسي راهو طاجيننا مش كيف ما الطاجين المغربي. اخواننا المغاربه يعملوا طاجين بطريقه اخرى كيف ما نقولوا احنا المصلي ولا حاجه بالبطاطا والدجاج. احنا الطاجين عنده نكهة أخرى ونوع مختلف تماما على الطواجن، معناها على الطاجين المغربي. الطاجين هذايا ياسر بنين برشا. أنا عملت معاه سلطة مشوية، تنجم تزيد معاه شوربة، تنجم تزيد معاه حوت حاجة مشوية، معناتها يمشي مع برشا حاجات كمقبلات زادة. تويك احضر الطاجين شوفوا لي أكل اللون ما بن وهيك الهشاشة. حسيلو نودكم ولا نشهيكم هاكا ديريكت خرجتوا من الفور حبيت نقص نوريكم. بالنسبة للكمية هذينا قصيتها على 4 من بعد راهي زدت قصيتها على 2 على خاطر ما شاء الله كبير البرج. معناتها يوكل 8 من الناس، معناها 25 على 22 ما شاء الله كل واحد ياخذ برج تبارك الله عالي عالي كيف ما وريتكم في الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ان شاء الله يا ربي تجربوها للناس اللي ما يعرفوش، وان شاء الله نودكم بوصفات اخرى متاع الطواجن اخرى اللي هي معناها برشا برشا متنوعة برشا. عنا برشا كوجينة تونسية بصراحة هي مظلومة مش معروفة في العالم، لكن عنا برشا ماكلة بنينة 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 على الآخر. إن شاء الله يا ربي تكتبوا لي في التعليق، وإن شاء الله اللي ما اشتركش في القناة وقاعد يتفرج في الفيديو يشترك في القناة واعملوا لي لايك هذاك اللي انا كيف نشوفه نولي نفرح. ما تبخلوش باش تعملوا لي لايك باش كيكه تشجعوني تخلوني نزيد نتشجع ونقدم لكم برشا وصفات اخرى وجاينا ان شاء الله يا ربي بقدره ربي يهل علينا ان شاء الله بالخير سيدي رمضان. هكا نتقاسموا مع بعضنا وصفات مختلفة بقدرة ربي تونسية وعالمية، يعني مش كان تونسية بركة. شوفوا لي كلبنا لا حطينا خميرة لا استحقينا خميرة، وما شاء الله ما شاء الله هاكا عالي لاباس عليه وما نحكي لكمش على البنة. إن شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في التعليق، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. وما تنساوش جيم 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 لايك 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 باش هكاك نتشجع. ومرحبا بكل مشترك شرفني في القناه، فرحانه بكم برشا 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 برشا. وصدقوني انا مازلت يمكن في البدايه عندي يمكن شهر من زمان، لكن ما تصوروش قديش كل ما يزيد مشترك في القناه كل ما نزيد نفرح وتزيد هكا نبدا عامله جو على الفيديوهات ونبدا هكا شيخه وهكا وكأني هكا دخلوا لي عبيد جدد معناتها في حياتي. ان شاء الله يا ربي ما تراو مني كان الفيديوهات الباهيه اللي تعجبكم، وان شاء الله نتقابلوا في وصفه جديده بقدره الله وبس.